طبيبة مصرية مشهورة قالت لي حطي الشاي على الزبادي، وبدل ما تلفي عليها وتشتريها بالغالي، ده العلبة الواحدة بقت ب 800 جنيه. حضريها انت في البيت في اقل من 5 دقايق. الفيديو مش كلام وخلاص، كل خطوة هتكون معاكم عملي وهتشوفوا كل حاجة قدام عينيكم. واتمنى لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك. ايوه، انا محتاجة معلقة واحدة من الشاي. هو الشاي اللي عندك، اي نوع شاي متوفر عندك هينفع. هجيب كده طاسة ارفعها على النار، واجيب معلقة كبيرة من الشاي وانزل بالشاي كده في الطاسة زي ما انتوا شايفين. الطاسة بتاعتي انا مشغلة عليها النار، نار تكون وسط، وببدأ ان انا اقلب في الشاي لغاية ما الشاي يتحمص معايا كويس جدا ويبدأ يكون معايا دخنة، وكمان لونه يتغمق معايا. طبعا انا مش بسيبه، انا بفضل ان انا اقلب فيه زي ما انتوا شايفين. لونه بدأ يغمق معانا واحدة واحدة، ويبدأ ان هو يطلع معاكي دخان بالشكل ده. مش اول ما يطلع معاكي دخان ان انت توقفي، لا، كملي كمان بعدها بدقيقتين 2. ايوه، دقيقتين على نار هادية خالص. هدي النار بقى وكملي لغاية ما توصلي للون اللي انت شايفاه قدامكم ده. خلاص كده تمام. هاخد بقى الشاي بتاعنا الجميل ده، وهجيب اي طبق موجود عندك، هنزل بالشاي كده في الطبق ده. يبقى انا كده احتجت معلقه واحده من الشاي. بس الاول بدات ان انا احمصها على النار لغايه ما تغمقي معايا خالص توصل للون الاسود. بعد كده هحتاج 3 معالق كبار من الخل، اي نوع خل متوفر عندك. ممكن كمان تستخدمي خل تفاح لو متوفر. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اقلب الخل مع الشاي كويس جدا، واسيبه كده حوالي 3 دقايق علشان كده الشاي يبدأ ينزل معايا كل اللون اللي موجود فيه. واللي بيساعده على كده طبعا الخل اللي معايا. بعد كده هبدأ ان انا اجيب معلقة ونص صغيرة من الملح، اللي هو الملح الناعم العادي اللي موجود في مطبخنا. هبدأ بقى ان انا ادوب الملح كويس جدا مع الخل والشاي. اول ما بتأكد ان الملح داب معايا، هبدأ انزل ب3 معالق صغيرين كده من الزبادي. اي نوع زبادي متوفر عندك استخدميه. وكل ما ابدأ ان انا اضيف مكون، ببدأ ان انا اخلط كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام كده. اتأكدت بقى ان كله داب، واخدت كده ان كل المكونات بتاعتي امتزجت كويس. هبدأ ان انا اضيف اخر مكون، وهو معلقتين كبار كده من زيت الزيتون. واهم حاجة ان هو يكون زيت زيتون بكر. وفي الخطوة ديت هتاخدي وقتك لغاية ما تمزجي زيت الزيتون مع باقي المكونات، مع الشاي والزبادي والملح والخل. دي كل المكونات بتاعتنا، وكلها مكونات موجودة في كل بيت، اساسها هو الشاي. بس اهم حاجة ان احنا نحضره بالطريقة الصح. وصفتي جاهزة، يلا بينا نشوف هنستخدمها ازاي. انا عاوزة اقولك ان الوصفة دي مجرد ما بتستخدميها بتلون معاكي شيب الشعر الابيض تماما. مهما كان شعرك كله ابيض، حتى لو بقاله ازيد من 50 سنة واستخدمت الوصفة دي، شوفي النتيجة بعد ربع ساعة بالظبط، مش اكتر من كده. لو قلتلك بعد ساعة يبقى انا كده بكذب عليكي. بعد ربع ساعة هتغير معاكي اللون. استخدمي الوصفة دي مرتين في الاسبوع، بعدها هتفضلي ازيد من سنة كاملة مفيش اي شيب شعري تماما. الوصفة دي فعلا ممتازة ومجربة 1000000%، وعاوزاكم تجربوها وترد عليا.